5 شهور من غير ما من تشتغل؟ غير ما اشتغل ولا اعمل اي طب حاجه. كنت بتصرف منين؟ اهو بقى اخوالي كانوا شايليني مش عارف ايه، كانت الدنيا بتمشي فاهم. بس كان كله عليك دين اكيد. اكيد طبعا يا صاحبي، محدش بيعمل حاجه لحد في البلد دي ببلاش. ده أكيد انت يعني. فاهم. كله برضو انت برضو بتقدر حاجه زي دي، ما انت زي ما انت متغرب هو برضو كمان متغرب، انت صح. فاهم، فبرضو لا انا اجي عليك ولا انت ولا انت تيجي عليا، طول ما هي ماشيه كده انت فاهمني، يعني بتمشي الحمد لله. بعدين يا صاحبي ربك فرجها، نزلت شغلانه حلوه تحت كده في فينيسيا، ربنا كرمني سديت اللي عليا وبعت فلوس لاهلي في مصر والدنيا ظبطت معايا، وبعدين بس استلمت الورق وشغال الحمد لله والدنيا تمام. فقول لي الراتب كام يكفيك عشان تعرف تبعت لاهلك وكده؟ والله يا صاحبي هو على حسب انت فاهم، يعني انا مثلا شغال شغلانه الجورناطه برضو مش اللي هي برضو يا صاحبي بقول لك شغلانه ايه، سبت وحد اجازه في الشغل، اللي بيحاسبك بيبقى بيحاسبك ومعلش في الكلمه باصص لك بيحسبها لك بالمصري، يقول لك هو انت مين في مصر بيعمل كده انت فاهم. بتشرب سجاير؟ بشرب سجاير. مصاريفك كلها على بعضها؟ مصاريف على بعضها ممكن 700 800 يورو في الشهر. طب ليه انت بتدفع ايجار 200 يورو؟ بدفع ايجار 230 يورو تمام. وبدفع اسبيزه واكل ومصاريف أكل شغل. وشربك وفي كام؟ نفس الوقت يا صاحبي انت عندك برضو ايام الاجازات انت بتصرف فيها اكتر ما تكون شغال، وانت عارف حاجه زي كده. ماشي أكيد. مصاريف كتير، شهر 12 وشهر واحد ده مفيش فيه شغل، الدنيا ناشفه زي ما طب انت قول لي فاهم.